مقاطعة الحي المحمدي تحتفل كباقي جل المدن المغربية بعيد الاستقلال، اللي هو عيد اللي كنعتبره عيد تاريخي، واللي هو مجموعة ديال المواطنين وكذلك الشهداء قدموا فيه أرواح ديالهم في سبيل هذا الوطن. فاحنا كمقاطعة الحي المحمدي كنحتفلوا به، اللي هي كما جرت العادة. احتفالات ديالنا كاين اليوم، حنا كنتواجدوا في بملعب لقرب ديال مقاطعة الحي المحمدي، ملعب القرب، اللي كاين مباراة ما بين الناس ديال رجال الأمن وكذلك الناس ديال أعضاء وموظفي مقاطعة الحي المحمدي. كذلك كاين مجموعة الأنشطة اللي غدار اليوم، وحنا في مركب الموحدين، مركز ديال الموحدين، كاين نشاط ديال مجموعة تكادا. عندنا برامج حافلة فيما يخص عملية التبرع بالدم اللي غتكون إن شاء الله يوم السبت، اللي هنا كنهيبوا بجميع المواطنين بالأخص القاطنين بالحي المحمدي باش يديروا إيد الله ويجيو يقدموا هذه الخدمة، لأن ما أحوجنا للدم للمصابين والمرضى وهادشي ديال الحوادث اللي كتوقع ديال السير. فاعتقد بان الحمد لله احنا مجندون وراء صاحب الجلاله في دعم جميع المشاريع والبرامج، وهذه العمليه اللي احنا اليوم كنحتفلوا بها راه كنعطيو اعداء الوطن ديالنا بان الحمد لله احنا راحنا محتفلين، وبان مدينه الدار البيضاء محتفله بهذا اليوم اللي كنعتبروه يوم تاريخي واللي مشهود على بيخص مقاطعة الحي محمد. بالنسبة للمناسبة الغالية على كل مواطن مغربي من طنجة للقويرة، ألا وهي ذكرى عيد الاستقلال اللي غالية على كل فرد من أفراد المجتمع. بهذه المناسبة ارتئينا أن نشارك أصدقائنا هنا بمقاطعة الحي محمد يعني صباح بتخليد هذه الذكرى، بهذه المقابلة الحبية اللي جمعت بين أصدقاء الأمس ورفاق اليوم، واللي تخلوا بعض اللمسات وبعض التقنيات، وتبادلنا خلالها التحية. ولا تفوتني فرصة من هذا المنبر ديالكم هذا المحترم إلى أن أوجه تحياتي لكافة الزملاء اللي ما حضروش معنا في هذا اللقاء اليوم، اللي تعذر عليهم المجيء، واللي حضر راه كافي. ونتمنى ان شاء الله تجد مثل هذه المقابلات وهذه المناسبات في هذه الاعياد الدينيه، الا وان بلدنا الحبيب يعج بهذه المناسبات وبالاحتفالات. ومره اخرى اجدد الشكر ديالي وكامل التقدير للناس المسؤولين على هذا الدوري هذا. جكيني رشيد، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي. بمناسبة عيد الاستقلال تنظم مقاطعة الحي المحمدي عدة أنشطة، من بينها أنشطة رياضية وأنشطة ثقافية لإحياء هذه الذكرى الغالية على قلوب المغاربة. اليوم نتواجد بملعب بشار الخير اللي كتقام فيه واحد المقابلة بمناسبة هذه الذكرى ديال عيد الاستقلال، اللي كتضم فريق ديال مجلس مقاطعة الحي المحمدي ما بين المنتخب الذي يضم المنتخبين والموظفين ديال المقاطعة، كذلك في مقابلة فريق ديال المتقاعدين ديال الشرطة. واحد اللقاء حبي في اطار هذه الانشطه الرياضيه اللي كتقوم بها مجلس مقاطعه الحي المحمدي في خلال السلسله ديال الانشطه اللي كتقوم بها بهذه المناسبه. اولا كنشكروا الاخوان ديال هبه بريس على المتابعه ديالهم لهذه الانشطه اللي كتقيمها المقاطعه ديال الحي المحمدي. بطبيعه الحال ما ابت المقاطعه الا ان تشارك في هذه المناسبه الغاليه على جميع المغاربه مع مجموعه من الفعاليات، وخصوصا الاخوان ديال الامن اللي كتعرفوا الدور اللي كيقوموا به، كذلك موظفي الجماعات المحليه. وهذه مباراه اخويه تقامت في واحد الجو رياضي بديع، وانتهت بانتصار الاخوان ديال مقاطعه الحي المحمدي على الاخوان ديال الامن. وهذه مباراه اخويه حبيه تعبيرا من جميع الموظفين على انهم كيشاركوا الاحتفالات بهذه المناسبه. وهذا نشاط من بين الانشطه اللي نظمتها المقاطعه. بطبيعه الحال كاينه انشطه اخرى اللي الان راه هي واخده المسار ديالها حسب الروزنامه اللي وضعتها المقاطعه الحي المحمدي. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.